بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. ازيكم يا احلى متابعين، عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وراحة بال يا رب العالمين. هبدأ معاكم روتين جديد ان شاء الله، بس قبل ما ابدأ معاكم يا ريت تصلوا على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مفيش أحلى من الصلاة على النبي. تبدأ يومك كده بنشاط وحماس وكلك حيوية. ويلا نبدأ الفيديو مع بعض. ويا ريت قبل ما تبدأ الفيديو ما تنسيش تحطي لي لايك و تسيبي لي كومنت حلو كده اهوت تعرفيني انت جديدة ولا يعني بقالك معايا كده اهوت قديمة يعني. ويلا تعالوا نبدأ مع بعض بفطار سريع وحتة كيكة كده. يعني في الجو السخن اللي احنا فيه، الجو الساقعة اللي احنا فيه ده، محتاج كوباية حاجة سخنة وقطعة من الكيك الجميل المظبوط ده. وطبعا بما انكم سامعين صوتي عامل ازاي وسامحوني ان صوتي عامل كده، لازم بقى نعمل ايه؟ لازم نعمل كوبايه ينسون. تمام، انا عملت كوبايه ينسون على شمر، فقلت ايه اما استغل حته الشمسيه اللي كانت موجوده. عايزه اقول لكم بجد والله العظيم الشمس في الشتاء نعمه نعمه والله العظيم بجد. ففتحت الباب كده البلكونه وقلت اما اتشمس كده شويه وافطر في البلكونه بتاعت اختي. بجد الشمس فعلا نعمه يا جماعه. حاولوا انكم تتعرضوا يعني بشكل كبير قوي في الشمس، خاصة كمان في الشتاء، لأن الشمس ديت يعني مشبعة بفيتامين د، تديكي فيتامين د خلاصته كده هو مركز. حبيت برضو أشارك معاكم الأجواء بتاعت السما والأجواء كانت عاملة ازاي في بورسعيد. طبعا أنا لسه ما زلت عند أختي، ربنا يقومها بالسلامة ويكمل نفسها على خير ويحقق لكم كل اللي بتتمنوه. طيب الروتين النهاردة يا نور عبارة عن ايه؟ عبارة عن هنعمل النهاردة يعني شوية كيكة كده أو صينية كيكة زي ما قال الكتاب. والله العظيم 3 بيضات وتعالي ورايا كده اهوت واعملي لك حاجة سخنة وتعالي نعمل أحلى كيكة مع بعض. بصوا هنعمل كيكة البرتقال النهاردة، كيكة عادية جدا جدا. أنا قشرت يعني 3 برتقانات. المهم أنا عايزة يعني مقدار السوائل كوباية برتقان. تمام. لو عندك معصرة طبعا يفضل جدا جدا، وهيبقى أريح ليكي عن اللي أنا يعني التعب اللي أنا شفته بصراحة. لكن أختي ما عندهاش معصرة او عصاره بتاعت برتقال. فانا عملت ايه؟ انا خلطتهم في الخلاط من غير ما اضيف اي ميه نهائي. وبعد كده صفيتهم. المهم حبايب قلبي انا احتجت كوبايه مليانه من عصير البرتقال، كوبايه من السكر، كوبايه الا ربع من الزيت على السمنه. تمام، يعني حطيت نص كوبايه من الزيت وربع كوبايه من السمنه، اصبح عندي الماده الدهنيه كوبايه الا ربع. و3 بيضات، كيس البيكنج باودر، ظرفين فانيليا. وتعالوا مع بعض هاتوا بقى شويه 3 كوبايات دقيق ويلا تعالوا نبدأ مع بعض. عايزه اقول لكم بصراحه ربنا يعني اختي زهقت من الفطار ومش عارفه ايه، فبقول لها انت نفسك في حاجه يعني عامله بتقول لي نوره بالله عليكي انا عندي دقيق كتير. طبعا عشان كانت جايباه عشان العصيده، وجايبه عشان يعني هم اصلا من نوع اللي بيقلوا سمك كتير، فبسم الله ما شاء الله لما بتجيب دقيق بتجيبه بكميات. فقالت لي انا عندي كميه دقيق كتير فاستغليها لي بالله عليكي. قلت لها احلى حاجه. طيب عندك ايه تاني؟ عندك؟ قالت لي عندي برتقان وبيض وكل حاجه بتاعت الكيك. قلت لها خلاص كده يعني انت جيتي في جمل ولا اسمها ايه. فقلت لها خلاص كده اهوت انا هقوم اعمل لك احلى كيكه. يلا كده اهوت. ما تنسيش كمان طالما كيكه برتقان يبقى لازم تضيفي بشر البرتقان. بشر البرتقان اقسم بالله يا جماعه كان مدي ريحه وتست عالي قوي قوي. كان نكهه البرتقال ها، كان نكهة البرتقال كانت قوية قوي قوي، بسم الله ما شاء الله. وبالمناسبة أنا حطيت نص كوباية تاني من السكر. ليه؟ لأني أنا سألتها قلت لها بصي أنا بحب السكر بتاعها يبقى خفيف، أنتي عايزة سكر كيك إيه؟ قالت لي لا احنا بنحب السكر بتاع الكيك يكون زياده شويه. فانا زودت نص كوبايه. تمام. فانتوا حبايب قلبي لو عاوزين تزودوا تبقى من كوبايه لكوبايه ونص على حسب ما انتوا بتحبوا اللهم صل على النبي درجه التسكيره بتاعتها ايه. شايفين صوت بنت اختي يعني عامله غيره في البيت وانا ضيفه يا جماعه مش قادره اتكلم. العيال زلوني والله العظيم على الفيديو عشان اسجله لكم.
المهم حطيت بقى في الخلاط 3 بيضات مع كوبايه ونص من السكر، وسبتهم بقى يتضربوا حلو قوي 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 كده اهوت. ونزلت بقى ببشر برتقان عشان برضو يتخلط ويدي تيست عالي حلو كده اهوت ونكهه جميله. نزلت بالبرتقان، وبعد كده نزلت بالزيت سرسوب كده اهوت على السمنه، وسبت الخلاط برضك يضرب. هنا جيت على الماده الجافه اللي هي الدقيق، شايفين رشه الملح، ذره ملح على 3 كوبايات من الدقيق، على ظرف بيكنج باودر، او لو انت عندك بيكنج باودر اللي هو السايب او العلب، حطي معلقه كبيره ممسوحه. تمام. بس كده اهوت. جبت بقى الخليط اللي كان في الخلاط، نزلت بشويه من الدقيق، هنزل حبه حبه. وبالمناسبه انا مجريه لكم الفيديو هنا، لكن انا في الحقيقه انا بقلب بالراحه. تمام. لما تحطي الدقيق على الكيك لازم تقلبي بالراحه. اهو يا جماعه شايفين اهو. لا اله الا انت سبحانك يا ربي اني كنت من الظالمين. بشكر من قلبي كل اللي اشترك جديد في القناة. شكرا يا حبايب قلبي، ربنا يديمكم نعمة في حياتي. اتمنى من الله ثم حضراتكم تشدوا حيلكم كده. خلاص يا جماعة السنة الجديدة على الابواب، والسنة الجديدة في اليوتيوب، يعني معنى كده انها ايه يعني، الله اعلم بقى هيعملوا ايه في القناة. ادعوا لي بالله عليكم قناتي ما ترجعش تاني للمراجعة، ولا تتقدم للمراجعة يعني، ولا يحذفوا حاجة. انا خايفة بصراحة يحذفوا الساعات اللي انا تعبت فيها. فانا نفسي اكمل الساعات، يعني الشرط ده مش هيتحقق غير بفضل الله ثم حضراتكم ومجهودكم معايا. شاهدوا الفيديو للاخر بالله عليكم عشان انا محتاجه الساعات. كنت عايزه اقول لكم على اضافه. انا لقيت الخليط تقيل قوي. تمام. فبصوا، عايزين تخلوا القوام حلو، هاتي نص كوبايه مغليه من الميه السخنه، وانزلي بقى كده اهوت برده، وقلبي على طول، قلبي هتلاقي القوام زي ما هو انت شفتيه. تمام. طبعا من اول ما انا بدات اعمل كيك شغلت الفرن على درجه حراره 180. خلاص 180. وبعد كده يا جماعه حطيتها في الفرن، قعدت بالظبط تقريبا 35 او ل 40 دقيقه. ما تفتحيش عليها غير بعد 30 دقيقه. وشوفي دخلي خله اسنان او دخلي سكينه رفيعه، لو طلعت ناشفه معاكي يبقى خلاص كده اهوت. لا لسه يعني قلبها كده ني من جوه او طلعت فيها عجينه، يبقى استني عليها 10 دقايق تاني. وطلعت بصراحة قسما بالله يعني جامدة جدا جدا. يا جماعة حد يقول لي بتاع البصل دوت، احنا خلاص قلبنا شال من البصل خلاص والله العظيم. شايفين صوته؟ هو يعني ده يعني انا مش عارفه اعمل ايه. انا رحت بره في الصاله عشان اسجل، كان صوته واضح قوي. جيت هنا في الاوضه جه ورايا. انا مش عارفه ليه بيعمل كده والله العظيم. المهم هنا بقى حبيت اصورها لكم، كان الفلاش قافل خالص والدنيا يعني الاضاءه ما كانتش مظبوطه. بس قسما بالله عايزه اقول لكم كان طعمها رهيب، زي ما انتم شفتوا كمان شكلها وقوامها ولونها عامل ازاي في الاضاءه بتاعه الشمس. فبصراحة ربنا جميلة قوي. اعتمدوا الوصفة دي يا جماعة على طول في الكيك اليومية أو كيكة الشاي، يعني جنب كوباية شاي، كوباية نسكافيه، أي حاجة سخنة مش هتقول لأ. ويلا تعالوا نبدأ مع بعض تكملة الروتين بتاعنا. حطينا معلقة كبيرة من السمنة البلدي، وقال إيه كالعادة كنت بحسب إن أنا بصور التليفون، أتاري التليفون ما كانش بيصور. هنا بقى أختي قالت لي أنا بصراحة نفسي يا نورة في تعملي لي يعني كبد بالقوانص، أو كبد وقوانص دوت متشوحة بالسمنة البلدي. طلعت لي برضو طبق من الفريزر عندها، وبعد كده فكه، ونزلت بقى بمعلقه كبيره من السمنه البلدي. ونزلت انا بحب احمر الكبده الاول في السمنه البلدي. تمام. وبعدها جبت القوانص، سلقتها يا جماعه في شويه ميه كده اهوت حلوين مع ورق لورا. وبعد كده يدوب دخلوا في السوا، قطعتهم او قصقصتهم بالمقص كده قطع صغيره، علشان الكبد طبعا بتستوي بسرعه، انما القوانص بتاخد وقت في السوا. بعد كده نزلت على الكبد بالقوانص، شوحتهم تشويحه حلوه. نزلت ببصلايه كده اهوت متقطعه يعني عشوائي كده اهوت مكعبات. نزلت بفلفلايه رومي اهو. عايزه اقول لكم والله العظيم اختي قالت لي قسما بالله احلى من الكبده بتاعت بره. يعني بصراحه مش عارفه اختي بتمرعني ولا بتجاملني ولا ايه بالظبط، لكن بصراحه فعلا انا دقت طعمها كان خرافه فعلا. على فكره انا من عشاق فعلا كبده الفراخ. انا على فكره بحب كبده الفراخ عن الكبده البلدي.
او كبده البقري والكلام ده. سبحان الله، هل انتوا زيي ولا انا اللي يعني ايه اللي بحب كده؟ المهم نزلت طبعا، طالما فيها كبده يبقى لازم مش هتحلى غير بالثوم. يعني نزلت بتلات ارباع معلقه كده زي ما انتوا شايفين من الثوم المفروم. هشوحها تشويحه حلوه اهو. بصوا أكلة سريعة وفي نفس الوقت مغذية جدا. طبعا الكبدة كلها حديد وكلها فيتامينات ألف، يعني بصراحة مفيدة جدا جدا. طبعا نزلت بقى برشة من الكزبرة الناشفة اهو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبرده نزلت هنا اهوت برشه من الفلفل الاسمر، وهظبط الملح واسيبها كده اهوت ايه تتشوح حلو على النار. وعايزه اقول لكم برده يا جماعه سامحوني على يعني ان انا برده لو كنت مثلا مش ظابطه التصوير كويس الايام دي. انتوا عارفين يا حبايب قلبي ان انا عند اختي ونسيت الرينج لايت او الحامل بتاعي، فوالله ما بقدرش انزل اصلا لان اختي دي ساكنه في الدور الخامس، وانا يعني طول اليوم معاها وهي تعبانه جدا. ادعوا لها ربنا يكمل نفسها على خير. وبنتها زنانه طول اليوم، طول الليل واقفه ما بتفصلش، فتلاقوني طول اليوم مرهقه، فما بعرفش انزل والله اشتري رينج لايت ولا حاجه. فبضطر ان انا اصور لكم بايد واحده خلاص، يعني بشتغل بايد واصور بايد. حتى لو تلاحظوا بقى لي فتره ما بعملش روتينات يعني غسيل مواعين ولا تنظيف ولا حاجه، لاني مش معايا الرينج لايت. انا حبيت اوضح لكم الحته دي علشان ايه كل اللي سالني في التعليقات وقال لي الروتينات بتاعتك يعني وحشتنا يا نوره وكده. فربنا يخليكم ليا ويديمكم نعمه في حياتي. طبعا برضو نسيت اقول لكم ما تنسوش تصلوا على رسول الله كتير الايام دي بنيه تفريج الكروب وتفريج الهموم، وربنا يا رب كده ينصر كل مظلوم ان شاء الله، ويراضي كل محروم. وهنا خلاص كده اهوت خلصت بقى الكبده. عايزه اقول لك يعني اكله سريعه جدا جدا، ما اخدتش حاجه على النار خالص والله العظيم. وهنا طالما فيها كبده ما تنسيش الليمون بقى وقرن الفلفل الشطه. انا بس ايه حبيت ان انا ازين بس كده اهوت مش اكتر، لكن هي مش هتاكل عشان الرضاعه. بس كده اهوت كان طقم لا كان طبق جميل جدا. الف هنا وشفا عليها. يلا كده اهوت هسيبكم دلوقتي في حفظ الله ورعايته، وهقول لكم استنوني في فيديو جديد وروتين جديد. ما تنسوش بالله عليكم اللايك اللايك اللايك، عشان اللايك بيفرق جدا جدا في انتشار الفيديو. ما تنسوش تشاهدوا الفيديو من الاول للاخر علشان تشجعوني ان انا استمر في اليوتيوب. والسلام عليكم ورحمه